اسمع كده اسمع، تعالى اقول لكم ازاي تعملوا الرقاق بالكبد والقوانص ويوفر معاكم ماديا ومقرمش من بره زي ما انتم شايفين ومن جوه مورق والطعم على كيف كيفك. في الاول هنسمي الله ونصلي على رسولنا المصطفى. هحضر طبق وهبشر فيه بصلايه بشر ناعم علشان اعصق بيها الكبد والقوانص. هحتاج لربع كيلو من الكبد هقطعهم بالسكينه قطع صغيره جدا. هحتاج كذلك لربع كيلو من القوانص ولكن ده هفرمه في الكبة عشان القوانص تستوي مع الكبد. في طاسة على نار متوسطة هنزل ب5 معالق كبار من الزيت، بعدين هنزل عليهم بالبصل واديه تقليبة. اول ما يبدأ يتكرمل هنزل عليه بالكبد والقوانص واديهم تقليبه واتبلهم بمعلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره توم بودره، مرقه دجاج وورقه لورا واديهم تقليبه. والعشاق السبايسي قرن فلفل حار وعصير نص ليمونه واديهم تقليبه واسيبهم دقيقتين على النار يستووا وبعدين ارفعهم. هحضر معايا الرقاق وكميه من الشوربه عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر وده اهم مكون في الاكله. هنزل بالشوربه في حوض غويط، بعدين انزل بالرقاق واحده واحده في الشوربه واطلعه ينشف لحد ما نخلص الكميه اللي معانا كلها. البيكنج باودر بيخلي الطبقات تفصل عن بعضها ومورقه وده اهم حاجه. هحضر الحوض اللي هسوي فيه الرقاق واديه دهنة سمنة من الجنب ومن تحت. بعدين هنزل بالرقاق طبقة طبقة، هفصل ما بينهم بدهنة سمنة لحد ما اعمل نص كمية الرقاق اللي موجودة معانا. بعدين هنزل بالحشو وافرده بالتساوي واكمل الكمية الباقية من الرقاق بنفس الطريقة. واخر طبقة هديها دهنة سمنة محترمة وهسقيها من الشوربة علشان الطعم يبقى في حتة 5. ممكن نسقي الوش ببيضة ولكن انا مش بحب الزفارة، السمنة هتكون كفاية على الوش. هنقطع قطع متوسطة قبل ما ندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 220 في الرف الوسطاني لمدة نص ساعة. شغل الشواية اخر 5 دقايق وبس كده ويظهر معانا العظمة اللي احنا شايفينها دي، حاجة من وحي الخيال والطعم على كيف كيفك. في النهاية لو شايف اننا نستحق الدعم صلى على النبي واضغط لايك وفولو، لو ما نستحقش صلى على النبي بس. القناة لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله هنوصل. والسلام عليكم.